أهلا وسهلا بأخواتي وأهلي وناسي وحبايبي. النهاردة الصبح طفل بيبيع فاكهة في الشارع، وليه شخص يشتري منه، وهو بينجي يحط في الشنطة حباية وياكل 5. هو بيضحك على الطفل الصغير. طبعا كنت أنا شفته، ندمت بعض أصدقائي قلت لهم بصوا بيعمل إيه. طبعا أنا كنت عايز أروح له، أصدقائي منعوني قالوا لا يا عبد الحميد بلاش عشان ما تعملش مشكلة، هيقول لك أنت مالك وده طفل صغير ما يعرفش. طبعا هو ما يعرفش إن الطفل ده ممكن يكون يتيم، ممكن يكون أبوه مريض، أمه مريضة، ما يعلم بحالته إلا الله. عامل روحه شاطر وناصح بيضحك على الطفل، ما يعرفش إن هيحاسبه ربنا على الحاجة اللي بيعملها. ليه تعمل كده في طفل صغير؟ ولما سألت إيه حالته المادية للي بيشتري الفاكهة قالوا لي ده مستريح وشغال في أحسن شركة في المحافظة. هل الفلوس هياخدها معاه الجبر؟ مش عارف. إنك تضحك على طفل صغير زي كده لا يمكن. والطفل ده أنا عارف بيحاول فيا، يقول خد كل يا عم عبد الحميد، عارفني أقول له لا يا حبيبي الدكتور منع عني، حرام لما أنا أخد منه وفلان ياخد منه. يمكن هو عايز يروح 20-30 جنيه البيت، لما أنا أعمل معاه كده وأكلهم منه وأضحك عليه. طفل ما عارفش حاجة، حرام ولا حلال؟ يا ريت بعض الناس، مش كلها، بعضها بتعمل كده. يا ريت ما تعملش كده في الناس اللي بتبيع في الشارع، ما يعلم بحالتها إلا الله. الطفل ده لا يعلم بحالته إلا الله، وأنا عارف إن حالتهم يعني الحمد لله على كديهم. بلاش نعمل كده. واللي مزعلنا أكتر لما قالوا لي ماسك في الشركة حلو خالص شغل، يعني ليه طب تعمل كده؟ عايز ايه تاني؟ ده انت تساعد الطفل الصغير مش تاخد منه. حرام ولا حلال؟ يا ريت نصلح من نفسنا ما نعملش كده. مش تحط حباية في الكيس وتاكل 10. لا طبعا ما ينفعش كده، وربنا يصلح الحال وارزقنا يا رب بالحلال ويبعدنا عن الحرام. سلام عليكم.